في الفيديو ده هنتكلم عن ازاي المترو بيعدي من تحت النيل. اكيد في مرة وانت راكب المترو وهو معدي من تحت النيل فكرت ازاي بيعدي من تحت النيل وازاي عملوا كده اصلا، وده اللي هنجاوبك عليه. ازيكم، قناة اسك بتقدم الاجابة عن كل الاسئلة اللي بتيجي في بالك وملهاش اجابة. ما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو ده. مدينة القاهرة تعتبر أزحم مدينة في مصر، وده اللي بيوصل عدد سكانها ل 22 مليون نسمة. ده غير الزوار اللي بيزوروا القاهرة يوميا، وده بيؤدي لزحام شديد جدا في شوارع القاهرة. وفي عام 1982 تم البدء في إنشاء الخط الأول لمترو الأنفاق لتخفيف الضغط عن شوارع القاهرة. وبصراحة فكرة عبقرية، لأن القطر بيمشي تحت الأرض في الغالب، وكمان كهربا، وده حل لفكرة الزحمة وربط القاهرة ببعضها. وفي عام 1996 تم تشغيل الخط التاني لمترو الأنفاق اللي بيمر تحت النيل، ويمتد الخط ما بين محطة شبرا الخيمة والمنيب، وبيتكون من 20 محطة، منها 12 محطة نفقية و8 محطات سطحية. ويبلغ طول الخط 21.6 كيلومتر، وينقل ما يقارب من مليون راكب يوميا. بلغت تكلفة إنشاء الخط نحو 9.7 مليار جنيه مصري. وهنا ياخدنا لسؤال الحلقة، ازاي المترو بيعدي من تحت النيل؟ عند محطة السادات هيبدأ مخطط للمترو يعدي من تحت النيل لحد محطة الأوبرا والدقي، وتم بدء الحفر باستخدام آلة تسمى TBM. وهنا فحروا حفرة بعمق 8 متر وشوية تحت النيل، وبيتم إنزال آلة الحفر. الآلة مش بس بتحفر، دي كمان بتبطن الحفر بخرسانة علشان يضمن الثبات وعدم انهيار الحفر على الآلة. وبعد الحفر بيتم تجهيز المعدات زي خط السكة الحديد والكهرباء اللي هيشتغل عليها القطر، وكده يشتغل المترو بسلام وبطريقة آمنة للركاب وكمان صديقة للبيئة. وهنا نكون جاوبنا على سؤال اللي بيجي في بالك، ازاي المترو بيعدي من تحت النيل؟ لو عندك سؤال اكتبه في الكومنتات وهنجاوبك عليه. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشتراك في القناة، وسلام.